ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف من قناة هنذاكر ماس. النهاردة الفيديو ده هيكون لشباب تانية ثانوي الشعبة العلمية. هنحل النهاردة التقييم بتاع الأسبوع العاشر. تعالى كده نركز كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بيقول لك أول حاجة كده find إن ال R زائد السوليوشن set ومديني الإيكويشن بالشكل ده. أبتدي إن أنا أعمل ايه؟ بيقول لي ال X باور X بلس 3 بإيكوال ال 5 باور اكس بلس 3. بص كده عشان خاطر ما تكونش مشتت او متلخبط. دي البيز مبدئيا ديت ايه؟ اكس واللي هنا 5. اللي فوق ديت هي عباره عن باور اكس بلس 3. اكس بلس 3 واللي هناك برضو اكس بلس 3. وارد ان يكون عندي فيه حاجتين. اول حاجه ان ممكن تكون البيز ايكوال البيز، فاوريدي اكيد الباور هيكون ايكوال الباور ديت حاجه. طب لو كانوا الباور ايكوال الباور، لا مش شرط ان البيس تكون ايكوال للبيس. ما فهمتش قصدي. اقصد ان انت دلوقتي لو انت كان بيكون معاك حاجه زي كده 2 باور اكس بيكوال 1، يبقى الاكس بكام؟ تقول لي المفروض كده اهوت ان ال1 دي هي عباره عن ال2 باور الزيرو عشان تبقى نفس البيز، فيبقى الباور ايكوال الباور. يعني باختصار خالص لازم يكون الباور يكون بزيرو في حاله ان الباور ايكوال الباور. يعني تقصد ان انت هتاخد الاكس بلس 3 دي وهتخليها ايكوال للزيرو. ايوه، وبعدها هودي ال 3 في الرايت هاند سايد، تبقى الاكس بايكوال نيجاتيف 3. دي كده اول حاجه في السوليوشن ست بتاعي. طب والحاجه التانيه ان ممكن تكون الاكس بايكوال ال 5، بس خلي بالك بقى انا ليه قلت ممكن تكون ايكوال لل 5؟ لان اكيد لو البيز ايكوال بيس يبقى اكيد الباور ايكوال للباور، فديت حاجه انا استنتجتها. فبقول لك ان ممكن تكون الاكس بايكوال لل 5، بس خلي بالك لو كانت هي كانت اكس بلس 2 او كانت اكس بلس 4، باختصار كانت بلس ايه في النمبرز، كنت هحط ان هو بوزيتيف اور نيجاتيف. خلاص كده، فانا اقول لي مش هحط ان هو بوزيتيف اور نيجاتيف ليه؟ لان دوت هو اود نمبرز. يبقى انا بالنسبه لي هنا السوليوشن 6 هو عباره عن ايه؟ عباره عن النيجاتيف 3 وال 5. خلص. ادي اهو كان كويشن نمبر 1. بعد كده نخش على كويشن نمبر 2. يقول لك 2 باور اكس بلس 1 بلس ال 2 باور اكس ماينس 1 بيكوال 10. هتحلها ازاي؟ انا دي هفكها لك وبعدها في موديل 2 موديل 3 انا هحلها لك دايركت. خلاص. هبتدي ان انت اوريدي المفروض ان هما منهم بلس، وانا امتى بعمل بلس للباور؟ في حاله التايمز. يبقى ديت هي كان اصلها عباره عن 2 باور اكس تايمز ال 2 باور ال 1. ماشي كم؟ بلس ال 2 باور الاكس تايمز ال 2 باور النيجاتيف 1. الكلام ده كده كله بإيكوال التاني. حلو حلو. طب انت مثلا عملت ليه كده؟ عشان خاطر اجي اقول لك ايه بقى؟ انا ملاحظ ان هنا في 2 باور اكس وهنا في 2 باور اكس. ما حدش يقول لي ما هي دي 2 باور 1 ودي 2 باور 1 نيجاتيف 1، لا. دي هتعمل لك مشكله، عشان كده ما رضيتش اخدها لك من البدايه. هتاخد من نقطه 2 باور الاكس كومن فاكتور، هيتبقى لك هنا 2 بلس، هنا هيتبقى لي 2 باور الايه؟ النيجاتيف 1 واقفل بإيكوال 10. هتودي دول كده هناك بالايه؟ بالديفايد. يعني هتبقى عبارة عن 2 باور الاكس بإيكوال 10 اوفر الكلام ده. هات الكالكوليتور اهي كده معايا واعمل الفراكشن. هيبقى عبارة عن 10 اوفر 2 بلس 2 باور النيجاتيف 1. هتطلع لك بإيكوال ال4. طب ما هي ال4 ديت يا مستر هي عبارة عن ال2 باور ال2. طب مش كده بقت البيس ايكوال البيس؟ ايوه يا مستر. يبقى اكيد الباور ايكوال الباور، يبقى الاكس هنا بايكوال ال2، يبقى السوليوشن ست هنا بايكوال الايه؟ بايكوال ال2 يا مستر. الله ينور عليك. طب بالنسبة لإيكويشن نمبر 3، خلي بالك بقى في إيكويشن نمبر 3 دي عشان ديت فيها فكرة. 3 باور اكس بلس 3 باور ال 2 ماينس الاكس بإيكوال ال 10. محدش يقول لي ما هي دي هي اللي فوق، لا مش هي اللي فوق. طيب قول لي طبعا مثلا انت هتعمل ايه؟ بص بقى كده معايا. دي ليها كذا طريقة في الحل، بس دي يعني تعتبر ايه افضلهم واسهل. هتعمل ايه؟ مش دي 3 باور اكس؟ اه.
طيب ايه رأيك لو خليتها لك نسميها بواي؟ يعني انا دلوقتي هفرض ان ال 3 باور الاكس دي هي عبارة عن الواي. ماشي، كمل كده، خلينا نشوف انت عايز تعمل ايه. ادي ديت هي عبارة عن الواي بلس ال 3 باور 2 ماينس الاكس دي سيادتك، هي اصلها كان كده 3 3 باور 2 تايمز 3 باور الاكس في الاول باور النيجاتيف 1 بإيكوال التاني. لا أنا ما فهمتش دي. ما هو باور الباور بنعمل له تايمز، يبقى إكس باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف إكس. طب وأنت ليه برضه عملتها كده؟ عشان أقول لك إن 3 باور إكس دي أنا فرضتها أوريدي بواي، فأوريدي هشيلها أصلا تبقى بواي باور النيجاتيف 1. كلمة واي باور النيجاتيف 1 يعني أصلها 1 أوفر الواي. هعمل الإيكويشن دي كلها تايمز واي، فدي هتبقى عبارة عن واي باور 2 بلس 3 باور 2 دي اوريدي هي ب 9 تايمز طبعا الواي باور نيجاتيف 1 هنكنسل، يبقى الكلام ده كده كله بقى بايكوال 10 واي. يبقى انا هدخلها كمان جوه عشان تبقى الايكويشن بايكوال الزيرو، تبقى عبارة عن واي باور 2 ماينس 10 واي، انا برتبها اهوت كمان بالمرة، بلس ال 9. الكلام ده كده كله بايكوال الزيرو. هتعمل سيادتك فاكتورايزيشن عادي مود 5 3، الخلاصة هتطلع الواي يا ب 1 يا الواي هتطلع بال 9. طيب امتى تطلع ب1 وامتى تطلع ب9؟ نرجع بقى اصلا للواي دي اصلها ايه؟ 3 باور الاكس. يبقى انت كده معاك يا 3 باور الاكس يا اما 3 باور الاكس بايكوال ال1، يا اما ال 3 باور الاكس بايكوال ال9. ما هي الواي يا ب1 يا اما الواي ب9. اوكي، 3 باور الاكس بايكوال ال1 انت لسه كنت قايل لي ان اي حاجه الباور بتاعها بزيرو يبقى ب1، فقول لي يبقى دي عباره عن 3 باور الزيرو. ليه طيب مختار 3 باور كذا او 2 باور كذا؟ على حسب البيز عشان تبقى زي البيز اللي هناك، فيبقى البيز ايكوال البيز يبقى الباور بيكوال الباور، يبقى كده الاكس بيكوال الزيرو. دي كده اول واحده. طب تاني واحده 3 باور اكس بيكوال ال9. طيب ما هي ال9 دي عباره عن 3 باور ال2. طب طالما البيز ايكوال البيز يبقى الباور ايكوال الباور، يبقى الاكس بيكوال ال2. يبقى هنا برضو السوليوشن ست بكام او بكام؟ يا بزيرو يا ب2. خلاص. طبعا لو مكانتش واضحة أكيد هتوضح في موديل 2 برضه، يا إما أنت ترجع الفيديو. برضه المسألة ديت برضه مهمة جدا، ودي ما بين السطور، دي موجودة في الكالكولس. خلاص. ليميت الإكس أبريشس لزيرو 1 ماينس كوزين إكس بلس ساين إكس أوفر 1 ماينس كوزين إكس ماينس ساين إكس. أول حاجة سيادتك اعمل سبستيتيوشن، بتعمل النيميريتور لوحده وبتعمل الدينومينيتور لوحده على الكالكوليتر. يعني هتعمل 1 ماينس كوزين زيرو واقفل البراكت بلس ساين الزيرو واقفل برضه البراكت، هيطلع لك النوميريتور هيطلع اوريدي بزيرو. خش كده عند النوميريتور يبقى 1 ماينس كوزين الزيرو ماينس الساين زيرو، هتطلع برضه بزيرو. يبقى كده زيرو اوفر الزيرو يبقى هي unspecified. جود. هبتدي انا دلوقتي اشوف لها يا مستر حل. بص بقى الحل اللي احنا هنعمله، هتاخد ال1 ماينس كوزين الاكس كده كلها على بعض، هتعملها ديفيزور باي الاكس بلس ساين الاكس اوفر الاكس. ده كان بالنسبة لمين؟ للنيميريتور. طب بالنسبة للدينومينيتور نفس الموضوع، هاخد برضه ال1 ماينس كوزين الاكس كلها اوفر الاكس بلس سوري ماينس ساين الاكس اوفر الاكس. طب انت ليه ما عملتهاش 1 اوفر اكس طيب برضه ماينس كوزين اكس اوفر اكس؟ لان باختصار خالص لما تيجي تعمل سبستيتيوشن هتبقى 1 اوفر الزيرو فمش هتنفع، هتبقى undefined، فهي نوت ساعتها مش هتنفع. عشان كده باخد ال1 ماينس الكوزين كلها على بعضها. وكمان هي كان ليها اصلا ده كان قانون ان ال1 ماينس كوزين الاكس اوفر الاكس دي اصلا بزيرو ودي برضه بزيرو. ارجع بقى انت بقى كده للكتاب تاني بقى بتاعك او للمذكره ايا كنت شغال من ايه، وبص تاني عليها، دي اوريدي بزيرو ودي بزيرو. طب ما هساين اكس اوفر الاكس اوريدي بنعمل الكوفيشن اوفر الكوفيشن يبقى ب1 اوفر، ودي بالنيجاتيف بس اللي بره 1 برضه اوفر ال1 يبقى النيجاتيف 1. خلص. يبقى ال1 ماينس كوزين اكس اوفر الاكس هتطلع دايما بايه؟ تطلع بزيرو. تعال نشوف بقى ايه السؤال برضه الاخير ده، عاوز يعرف منك ال A وال B باختصار هيطلعوا بكام، ومديلك إن الليميت للإكس أبروشز ل1
للاف اوف الاكس بايكوال اس 3 ومديلك التو انيكواليتي. طيب السؤال ده يعني فكرته برضه حاجة خفيفة كده شوية، ممكن نركز يعني مع بعض ايه دقيقتين. انت دلوقتي مديك الليميت لاكس بروجرس لمين؟ ل1. طب هو انت كان يكون موجود لو هو كان موجود في ال1 from the right او 1 from the left اللي هي ال1 بوزيتيف او 1 نيجاتيف. فاوريدي لو هما الاثنين كانوا بيكونوا ايكوال يبقى اوريدي هتكون الليميت موجوده بالفعل، كانت هتكون برضه بنفس الانسر هو بايه؟ ب 3. فانا اوريدي هكون عارف ان الليميت لل1 بوزيتيف. يعني ايه 1 بوزيتيف؟ يعني اكبر من ال1 اللي هي دي، ما هو ده تيت الاكس مور ذان ال1. يبقى انا هستفيد ان لما هعوض دلوقتي اهوت عن الاكس ب1 المفروض الانسر يطلع بايه؟ يطلع ب 3. يعني الكلام هيبقى كده، ادي a تايمز ال1 for all square يبقى a على طول ماينس ال2 تايمز ال1 يبقى ب2 ماينس الb. الكلام ده كده كله بايكوال ال3. ظبطها بس هتبقى عبارة عن ال a ماينس الb وهودي النيجاتيف 2 هناك تبقى بالبوزيتيف تبقى بايكوال 3 بلس ال2 تبقى بايكوال ال5. ده كان بالنسبة لمين؟ لأول equation. طب برضه هجيبها from the left يعني بالنسبة لي إن x كانت less than ال1 برضه هتبقى b طبعا تايمز ال1 يبقى b بلس ال a هتطلع بإيكوال ال a ال 3 برضه هنعمل لها برضه اهوت نرتبها بس تبقى a بلس ال b بإيكوال ال 3. يا إما إن أنت تشتغلها نقطة عن طريق substitution أو تعمل cancellation لأي واحدة منهم، أو إن أنت برضه هتدوس مود 5 بس هتضغط بعد مود 5 هتدوس 1. وهنا نرجع تاني للجزء بتاع الترم اللي فات بتاع الجزء بتاع الماتريسيز لما كنا بنشتغل. هتدوس 1 بعدها ايكوال نيجاتيف 1 وايكوال 1 ايكوال 1 ايكوال الاكس هيطلع بزيرو. مين الاكس اللي هي بالنسبه لي الاي؟ يبقى الاي تطلع بزيرو والبي هتطلع بايكوال النيجاتيف 1. خلص. يبقى انت دلوقتي تاني دوست اهوت عادي مود 5 1. ولو اخدت بالك ان انت لازم يكون معاك نقطة اول فاريبل وبعدها السكند فاريبل ولازم يكون الكونستانت بعد الايكو. اوعى تدخل الايه الكونستانت جوه، لازم يكون بعد الايكو. ادي دوت كده كان حل موديل 1. يلا بينا كده نكمل كلامنا. تعال بقى كده نشوف موديل 2. هي يعتبر برضه نفس الأسئلة طبعا زي ما اتفقنا، بس الاختلاف بيكون إيه في الشكل بس بتاع السؤال مش أكتر. برضه عايز برضه السوليوشن سيت بتاعك في الار بالنسبة للثري كويشنز دول. لكن نبدأ بنمبر 1. بيقول لك إن الإكس باور إكس بلس 8 إيكوال 4 باور الإكس بلس 8. طيب طالما الباور إيكوال الباور قلنا هنخليه بإيكوال إيه؟ الزيرو. يبقى أنا هاخد أول حاجة اهوت كده إن الإكس بلس ال 8 بإيكوال الزيرو يبقى أكيد الإكس بإيكوال نيجاتيف 8. دي كده اول حاجه في السوليوشن سيت. تاني حاجه قلت لك ان انت بتعمل ايه اوريدي، انت هتاخد الاكس هتكون بايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف لان هو دي ايه 8 والان ديت هي ايفن يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف النمبر اللي هناك اللي هو ايه ال4 يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف ال4. طب ما خلاص كده السوليوشن سيت بتاعك هو عباره عن النيجاتيف 8 نيجاتيف 4 بوزيتيف 4. مش هيفرق معاك اي ترتيب ايا كان، خلاص ايا كان مش هيفرق معاك لان ده سوليوشن سيت. طب تعالى نشوف كويشن نمبر 2. معاك 3 باور اكس بلس 1 بلس 3 باور اكس ماينس 1 بايكوال 9. بص بقى انا قلت لك النقطه انا هشتغلها بطريقه اسهل. مش ديت اكس وديت اكس انا هاخد ال 3 باور الاكس كومن فاكتور على طول بقى دايركت. لما تاخد من ديت اكس هيتبقى لك ايه ال1 يبقى هيتبقى لي 3 باور ال1 خلاص بلس. وان لما تاخد من ديت الاكس هيتبقى لك نيجاتيف 1 يبقى 3 باور النيجاتيف 1. يبقى الكلام ده كده كله بإيكوال الإيه؟ بإيكوال ال 90. هتروح هناك دي بالإيه؟ بالديفايد. بقت ال 3 باور الإكس بإيكوال. هجيب أنا أهوت الكالكوليتور وهعمل ال 90 divisible by 3 بلس ال 3 باور النيجاتيف 1. الكلام دوت كده كله يا شباب طلع لي بإيكوال 27. طيب أنا عاوز البيس تبقى بكام؟ ب 3. هتجرب أنت 3 باور 2 بكام؟ 3 باور 3 3 باور 4 على حسب وقت ما توصل ل 27. انا اوريدي على طول هوصل اول لما اعمل باور 3 تطلع ب 27 وجرب وشوف. طالما البيز ايكوال البيز يبقى اوريدي الباور ايكوال باور. عشان كده انا اخترت كمان ال 3 بالذات لان اوريدي اللي هناك هي البيز ب 3 فهتطلع الاكس بايكوال الايه؟ الاكس كده بايكوال اس 3. يبقى هي كده خلصت والسوليوشن ست بتاعي بايكوال
ال 3. طيب هنشوف كويشن نمبر 3. قبل ما نبدا اوريدي انا هفرض ان ال 2 باور الاكس طالما واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف على طول افرض ان ال 2 باور اكس دي هي عباره عن واي او ايا كان الفاريبل يعني على حسب طبعا ما يعجبك بواي. فاوريدي دي هتبقى واي بلس ال 2 باور ال 2 اوكي واي باور النيجاتيف 1 لان ديت ايه نيجاتيف اكس فتبقى بالايه بالنيجاتيف 1. كده كله بيكوال ال 4. قلت لك عشان نخلص من الباور النيجاتيف هنعمل تايمز ليه للواي. الله ينور عليك. تبقى عباره عن واي باور ال 2 بلس ال 2 باور ال 2 اللي هي عباره عن ال 4 وال 4 وخلاص واي باور نيجاتيف 1 كده طارت بيكوال ال 4 واي. هنظبط بس شكل الايكويشن يبقى واي باور ال 2 وال 4 هتروح هناك تبقى بالنيجاتيف ال 4 واي بلس ال 4 والكلام ده كده كله بيكوال الزيرو. لو جيت عملت ان هو في مود 5 3 طبعا نعمل لها فاكتورايزيشن على الكالكوليتر السوليوشن سيت بتاعك هيطلع الخلاصه ب نيجاتيف 2. طبعا x1 و x2 هيطلعوا لك بنفس الانسر هنا لان ديت ايه اللي هي البيرفكت براكتس. اوكي بيرفكت سكوير براكتس. طيب السؤال ده برضو فيه لقطه كده صغيره ان 1 ماينس كوزين 2 x طبعا لما تعمل سبستيتيوشن هيطلع برضو بزيرو اوفر الزيرو. خلاص. طيب هبتدي دلوقتي نعمل برضو للديفايد للنيوميريتور والدينومينيتور بس هنا مش هعمل ديفايد ديفيزبل باي الاكس هعمل ديفيزبل باي 2 x. طب انت ليه اخترت ان هو 2 x؟ لان معلش باختصار خالص انا دلوقتي لقيت ان الانجل بتاعتي مع الكوزين ب 2 x هي دي اللي عملت لي بس ايه القلم. فاوريدي هعمل فراكشن اهو ادي 1 ماينس الكوزين ال 2 x زي ما احنا اتفقنا اوفر ال 2 x ادي بلس ساين ال 6 x اوفر ال 2 x. على فكرة ال 2 مش هتأثر معاك في حاجة. خلاص ادي 1 ماينس برضه تاني كوساين ال 2x اوفر ال 2x ماينس الساين 3x اوفر ال 2x. باختصار خالص قلنا 1 ماينس كوساين اوفر x دي بزيرو ودي بزيرو. هنا يتبقى لك بوزيتيف الساين اوفر ال 2x. طب ما هي كده اوريدي هتبقى عبارة عن الكوفيشن اوفر الكوفيشن يبقى 6 اوفر ال 2 اوفر ال 3 اوفر بس خلي بالك في نيجاتيف يبقى بالنيجاتيف ال 3 اوفر ال 2 تطلع بال 6 اوفر ال 3 ب 2 الخلاصة دي هتطلع كده بالنيجاتيف 2. ده كده الناتج النهائي. طيب تعال نشوف آخر سؤال كده في موديل 2. اوريدي برضو مديلك الليميت بس المره دي لمين لنيجاتيف 1. ماشي اوريدي برضو هجيب الرايت وهجيب برضو الليفت وهفرضها برضو انها اوريدي لازم تطلع بايكوال كام بايكوال ال 4 اهي الايكويشن مبدئيا لازم تكون دي بايكوال ال 4 والثانيه برضو كذلك. خلينا اول حاجه فروم ذا الرايت فروم ذا رايت يعني اكبر اهي يبقى دي عباره عن بي اكس بار 2 هشيل المفروض كل اكس احط مكانها نيجاتيف 1 يبقى بي تايمز النيجاتيف 1 في الاول سكوير اللي هي بوزيتيف 1 كده خلصت منها. طب ديت نيجاتيف 2 تايمز النيجاتيف 1 يبقى بوزيتيف 2 بلس A. خلاص هظبطها هخليها الأول A بعدها ال B هي برضه بوزيتيف يبقى بلس B بإيكوال وهودي ال 2 هناك بالإيه بالنيجاتيف يبقى 4 ماينس ال 2 بالنيجاتيف 2. أنا كده ظبطت أول إيكويشن. تعال نشوف طب الإيكويشن التانية فروم ذا الليفت يعني أقل يبقى الأولانية AX باور 3 بلس ال B. طيب ادي ال A الاكس باور 3 يعني نيجاتيف ال 1 في اول باور 3 يبقى بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 1 باي ايه بنيجاتيف a. اوكي بلس سوري النيجاتيف a احنا في الاولى بلس b بلس b الكلام ده كده كله ايكوال ال 4. تعالى بس هنظبط بس هرتبها هي نيجاتيف a اوريدي خلاص تمام هي اوريدي هي اللي مكتوبه بلس ال b ايكوال ال 4. هتعمل برضو ايه هتعمل عادي خالص على الكالكوليتور مود 5 بس 1 مود 5 1 وهتكتب 1 equal 1 تاني equal negative 2 و equal بعدها negative 1 equal 1 equal ال 4 equal. خلاص نضيف equal تاني تطلع لك الاكس اللي هي الاي لان هي الكالكوليتر هي من السيستم. فانا اول فاريبل اللي انا كنت عمال اخد منه الكوفيشن بتاعه كان اسمه ايه والتاني هو اللي اسمه بي. فالاكس دي هي الاي بكام ب 3 يبقى الاي بيكوال سوري نيجاتيف ال 3 والبي هتدوس ايكوال تطلع ببوزيتيف ال 1
يبقى أنا كده قدرت أهوت أجيب ال A وال B بالظبط في 3 سطور. تعال نشوف بقى كده آخر موديل معانا هو موديل 3. بيقول لك إيه بقى؟ عايز برضو الإكس باور إكس بلس 1. يا ريت إن أنت توقف بقى الفيديو المرة دي وتبتدي إن أنت تحل السؤال قبل ما أنا أحل، وبعدها تشوف يا ترى هل حلك زي حلي ولا لأ. طيب إكس باور الإكس بلس 1 إيكوال ال 9 باور إكس بلس ال 1. طيب الباور بتاعك هو أوريدي خلاص كده قلت البيز إيكوال البيز، يبقى البيز أول حاجة كده هتكون بإيكوال الزيرو. يبقى الاكس كده بايكوال هتودي ال1 في الرايت هاند سايد تبقى بنيجاتيف 1. كده اول حاجه في السوليوشن سيت. تاني حاجه قلنا الاكس هتكون بايكوال على طول ال9 طالما هو ايفي او اود سوري. يبقى كده السوليوشن سيت تبقى بتاعك عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف 1 وال9. كده خلصت اول جزء. خش على السؤال التاني. هنا هما 5 باور اكس و5 باور اكس، خدها كومن فاكتور. هيتبقى لك هنا ال5 اوريدي خلاص خلصت من اكس يبقى باور ال1 بلس ال5 باور النيجاتيف ال1 ايكوال 130. المفروض الكلام ده كده كله هيروح بالايه؟ بالديفايد. يبقى ال5 باور اكس بايكوال اهي الكالكوليتور هتعمل 130 divisible by ال5 بلس 5 باور نيجاتيف 1 تطلع بايكوال 25. طب ما هي 25 دي عبارة عن 5 باور كام؟ عشان هناك ال 5 باور 2 يبقى الاكس كده بايكوال ال 2. خلص. نخش على equation number 3. 6 باور اكس بلس ال 2 ال 6 باور 2 ماينس اكس. لا طالما فيهم واحدة بوزيتيف فيهم واحدة نيجاتيف قلت لك ان انا هفرض على طول ان ال 6 باور اكس دي عبارة عن واي، فهتبقى عبارة عن الواي بلس ال 6 باور 2 تايمز الايه الواي باور النيجاتيف 1. الكلام ده كده كله بإيكوال ال 12. ودي هنعمل كله تايمز لواي عشان خاطر اخلص من الواي باور نيجاتيف 1. يبقى معاك واي باور 2 بلس ال 6 باور 2 اللي هي عبارة عن 36 بإيكوال ال 12 واي. يبقى اوريدي هدخلها بقى جوه، يبقى واي باور 2 ماينس ال 12 واي بلس ال 36 بإيكوال الزيرو. طبعا برتبها هنقط منها على طول هتطلع الواي بإيكوال هتبتدي تعمل انت طبعا مود 5 3 مفيش أي مشكلة. هتطلع نقطة الواي بإيكوال البوزيتيف 6. بعدها هتبتدي انت تقول لي طب طالما هي الواي طلعت ب بوزيتيف 6 خلاص هي اكس 1 واكس 2 حاجة واحدة بوزيتيف 6. الواي رجعها لأصلها، هي دي الحاجة اللي انت ممكن تنساها. عبارة عن ال 6 باور الاكس. طب ما 6 باور اكس بإيكوال ال 6. طيب ما طالما البيز ايكوال بيز يبقى اكيد الباور ايكوال الباور. بس يا مستر ال 6 دي مفيش باور فوقها حاجه، لا ما هو باور اي حاجه باور بتاعها ب1 هتديك النمبر. يبقى اوريدي كده الاكس بايكوال 1 وهي دي السوليوشن سيت. تعال نشوف كويشن نمبر 4. نفس الكلام هنعمل برضو كله divisible by 2x. فاوريدي دي هتكون بقى بزيرو بقى على طول ودي برضه هتطلع بزيرو. هيتبقى لك ال 10 4x اوفر ال 2x دوت كده كله اوفر النيجاتيف 10 ال 2x اوفر ال 2x. اللي فوق دي هتطلع 4 اوفر ال 2 اللي هي ب 2 واللي تحت 2 اوفر ال 2 ب 1 وفي نيجاتيف يبقى الخلاصة الناتج النهائي ب نيجاتيف 2. طيب آخر سؤال معانا ويبقى احنا كده خلصنا حل التقييم بتاع الأسبوع العاشر. find the value of each of the following ال A وال B برضو ومديك الليميت اوريدي على طول. هجيب النيجاتيف 1 بوزيتيف والنيجاتيف واوريدي التو ايكويشنز هيكونوا بإيكوال ال 5. يلا أول واحدة اوريدي عبارة عن ال AX باور 3 يبقى ال A تايمز نيجاتيف ال 1 for all باور 3 يبقى بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 باي A بنيجاتيف A ماينس ال B وسيبها زي ما هي. ابتدي اظبطها بس يبقى نيجاتيف A ماينس ال B بإيكوال ال 5. خش على السؤال اللي بعده. هبتدي اكونها برضو. هشيل كل اكس واحط مكانها نيجاتيف 1 لانه اوريدي هو اللي قايل وطبعا هيكون دايما بيكوال ال 5 لان هو برضو اللي قايل. خلاص يبقى البي واكس باور 2 اوريدي بتشيل النيجاتيف اصلا عشان باور ايف. خلاص بعدها ديت اكس تايمز ال 2 اللي هي نيجاتيف 1 باي 2 يبقى بنيجاتيف 2 ماينس A. هجمع الفاريبلز عادي جدا يبقى نيجاتيف A هي اللي في الاول
بعدها بلس بي بإيكوال النيجاتيف 2 هتروح هناك تبقى بالبلس، يبقى 5 بلس 2 ب 7. هتعمل على الكالكوليتور مود 5 1 مود 5 1 يبقى نيجاتيف 1 وادوس ايكوال نيجاتيف 1 تاني وايكوال 5 وايكوال نيجاتيف 1 تالت ايكوال 1 وايكوال و7 وايكوال ايكوال تاني. هتطلع معاك الاكس اللي هي عبارة عن الاي بايكوال نيجاتيف 6 والبي هتكون بايكوال ال1 اللي هي طبقة طالعة في كلمة اسمها الواي. تاني بعرف من الاي والبي اوريدي انت بتاخد الاي فهي بتتسجل عندك هي الاكس هي اول حاجة، وتاني حاجة بتبقى الواي اللي هي عبارة عن البي. هيطلع بنيجاتيف 6 وال1. وكده نكون خلصنا حل التقييم بتاع الأسبوع العاشر. كان معاك مستر مايكل عاطف من قناة هنذاكر ماس. سلام.